السلام عليكم ورحمة الله. اليوم رسالتي لكل المسؤولين في الدولة من أصغر درجة لأكبر درجة، بخص بالرسالة دي بالتحديد منظمات العون الإنساني. طبعا أنا امبارح مشيت منظمة العون الإنساني لأنه أتم أو أبدأ في التسجيل بتاع منظمة يلا نتغير. زي ما أنا اتكلمت في قنوات كتيرة إنه يا أخي أنا عاوز أعمل منظمة اسمها يلا نتغير لدعم محب الداون أو متلازمة الداون. الحصل شنو؟ أنا من الصباح مشيت المنظمة دي موجود أو قاعد فيها من الصباح للساعة 4، منتظر موظف واحد عشان يديني التفاصيل بتاعت إنه أنا كيف أقدر أبدأ التفاصيل بتاعت المنظمة بتاعتي، وما جا ليه قريب العصر إنه ما جا. أنا من الصباح للعصر ما فطرت وما عاملين انه افطر ده ما دي مشكله براي، مشكلتي انا ممكن اطلب عادي ديليفري. لكن المهم الحاجه المهمه شديد انه زول مركز مع الموضوع ما في. وريته يا اخي انا اخو بخيته ونحن موضوع ترندي والحاجه دي حدنا بقدر الامكان نكملها سريع، لكن زول ركز معي ما في. في حين انه الناس اللي برا وقفوا معي شديد، يعني من برا السودان او برا مفوضيه العون الانساني. يا اخي انا ساعدني دكتور له والتحيه من هنا ده عنده منظمة وهو قابلني في الريسبشن، يا اخي وراني التفاصيل وشكرا له انه كتب لي الكلام كله بقلم بتاع حبر، قال لي يا اخي تعمل كده وتسوي كده. وقمت سالته من موضوع انه يا اخي الجمعيه بتاعتكم اخذ الزمن قد شنو، قال لي اكثر من 4 شهور. وسالت ثاني ناس كثيره جدا جدا سالتهم من انه يا اخي المنظمه بتاعتكم اخذ الزمن قد شنو، قالوا لي اكثر من 4 شهور و5 شهور. ليه؟ الناس اللي بتقدم محتوى جميل وحاجات تفيد المجتمع وتفيد الشرائح الضعيفة انتوا ما بتقيفوا معاها. انتوا عارفين بتقيفوا مع شنو؟ انتوا بتقيفوا مع الحاجات اللي بتكون فارغة. نحن نكون واضحين، بتقيفوا مع الفارغة، يعني لو حس في غناء ولا في حاجات بهرجة او حاجة فيها شو كبير بتقيفوا فيها وبتكشحوا فيها قروش وبتشتتوا القروش كده في شنو؟ في الجونات. انتوا القروش اللي شتتوها في الجونات دي بتعالج ناس كثيرة جدا جدا في مستشفيات وفي مراكز صحية، وفي ناس بيموتوا لأنه ما عندهم حق العملية. انتوا مركزين مع الحاجة دي؟ وانا سألت دي أي إنسان مسؤول قاعد في كرسي وفوق له مكيف وبياكل في حقوق الناس الضعفاء والمساكين وما بركز معاهم. أنا رسالتي دي له وبناشد كل الدول العربية وكل الدول الغير عربية ولكن إسلامية، بناشدها بانه اي زول بتبنى الفكره بتاعت انه مساعده متلازم الداون ديل او متلازم الحب، انا معاه من A to Z في اي حاجه. واخواني واخواتي متلازم الداون في السودان هنا انا برضو ما حقصر معاهم. اذا بقيت موجود وربنا مد في العمر وبقيت قاعد في السودان ما حقصر معاهم الا تنتهي ايامي. واذا بقيت خارج السودان واشتغلت في منظمه خارج السودان انا ما حقصر منهم نهائي، حاقف معاهم في اي حاجة وحاجي السودان هنا. ولو ما جيت السودان الدعم بتاعي حيصل لهم لحد مناطقهم بغض النظر كانوا وين في السودان، في اي ولاية او في اي بقعة من بقاع السودان. وفي حاجات كثيرة انا ممكن اقولها، لكن وبالنسبة للناس بعد ما تسمع الفيديو ده بتقول انه محمد يوسف ده بيتكلم بصيغة كده لانه مساندينه بعض الناس او واقفين معاه بعض الحتات الكبيرة جدا جدا. انا ما واقف معاي اي زول، انا واقف معاي رب الكون. لما الانسان يقف معاه رب الكون ما بكون فاضي لاي زول، ودي ازعلوا منها الناس الايمان قوي برب العالمين. ما تزعلوا منها الناس اللي بتركز مع انه يا اخي موضوع الواسطة وموضوع انه انا عندي فلان وعندي فلتكان. انت لو عندك رب الكون وعندك قلب نظيف حتصل لاي حتة انت عاوز تصل ليها. والكلام اللي بيكون خالص لوجه الله بيكون معروف وبعرفوا الناس اللي اصلا صادقين زي الناس اللي بتعمل، مش بيعرفوا الناس اللي بيعرفوا حاجات كثيرة جدا جدا لكن خافينها لانه لمصالحهم الشخصية ولجيبهم. الواحد بيقول لك انا داير اعمل حاجة خيرية لكن بيكون ما الخير له للناس دي، الخير له هو ولجيبه. طبعا اعيد واكرر لكل الدول العربية والدول الغير عربية ولكن إسلامية، أي دولة بتتبنى الفكرة بتاعت يلا نتغير لمساعدة متلازم الحب أو متلازم الداون أنا مستعد أقف معاها قلبا وقالبا.
من A to Z في انه اساعدهم في انه الجيل الجديد ده او المتلازم الداون او متلازم الحب ديل نقيف معاهم في اي دولة سواء كانت عربية او دولة اسلامية. واخواني واخواتي هنا في السودان من متلازم الحب انا ما حقصر معاهم، زي ما قلت لكم انه اذا كنت في السودان ما حقصر معاكم، واذا كنت خارج السودان ما حقصر معاكم. حقصر معاكم في حاجة واحدة بس، اذا انا كنت ما في الحياة او مت، لكن انا حي والنفس بتاعي بيطلع وبتدلى، انا ما حقصر معاكم ابدا. وارجو انه الرسالة دي تكون واصلة بنفس الاحساس اللي انا حاسيه، وكل الاسر اللي عندها متلازم الداون حاسين الاحساس اللي انا حاسيه ده، لانه انا المتلازم الداون معي كان في البيت ومعاها في كل تفاصيل حياتها من اول يوم ليها لحد ما تم الزواج بتاعها اللي هي بخيتة. وما حكتر عليكم اكتر من كده، وارجو انه تكون الرسالة وصلت بنفس النسق اللي انا خدت له وبنفس الكيفية الخدتية اي زول عنده متلازم الداون او متلازم الحب في الاسرة بتاعته او في بيتهم الصغير، حتكون الرسالة وصلت. والسلام عليكم ورحمة الله.